عزل الأنسومات أو عزل الممبرين يعتبر أفضل أنواع العزل المائي للأسف، بس مشكلته إن لو ما اتعملش صح المية هتتسرب من خلال الفواصل بين ألواح العزل، ومن خلال الفاصل بين العزل وبين رقبة الإزازة اللي على الحيطة. هنعرف مع بعض في الفيديو ده إزاي نعزل عزل الأنسومات أو الممبرين ونضمن بنسبة 100% إن شاء الله ما يحصلش تسريب من الفاصل بين الألواح ومن الفاصل بين رقبة الإزازة وبين ألواح العزل. مبدئيا لازم نركب لفات العزل بنظام التسخين الكامل او اللحام الكامل زي ما احنا شغالين كده في الفيديو اللي قدامكم. بنسخن كامل مساحة اللفة وبنسخن الارض وبنفرد اللفة على الارض بحيث ان احنا نضمن ان اللفة تكون مطبعة تماما على الارض ولازقة في الارض فما تفكش مع مرور الوقت. المتعارف عليه ان مقاولين العزل بتلحم الاوفرلاب او الركوب بين كل لفة والتانية اللي هو بيكون من 10 سنتي ل 15 سنتي، وباقي اللفة ما بتكونش لازقة في الارض او ماسكة في الارض. فمع مرور الوقت بنلاقي ان الفاصل بين الالواح وبعضها فتح وسرب مية. وبنسيب الاوفرلاب او الركوب بين لفات العزل في البداية من غير ما نلحمه او نسخنه، لان احنا بنرجع نعيد عليه كله تاني لوحده. بعد ما بنسخن ونفرد لفات العزل على السقف بالكامل بنرجع بعد كده نلحم ونسخن الاوفرلاب او الركوب بين لفات العزل بس، علشان نتأكد ان احنا هنسخن مسافة الركوب بين اللفات بنسبة 100% زي ما انتوا شايفين كده. الركوب بيكون 10 سنتي ل 15 سنتي. بندخل البشبوري بين لفتين العزل في منطقة الاوفرلاب ونسخنها تماما، وبعد كده نضغط عليها علشان نقفل الفاصل او الركوب بين لفات العزل. بنعمل كده في كل الاوفرلاب او كل الركوب بين لفات العزل في السقف بالكامل. بعد كده بنكوي او نموت مكان الاوفرلاب بين لفات العزل. زي ما انتوا شايفين كده بيبدأ الصنايعي ان هو يسخن مكان الاوفرلاب ويسخن المسطرين وبيضغط على المسطرين في مكان الاوفرلاب، وبالطريقة دي بنكوي اللحام او نموت اللحام. فبتلاقي ان لفات العزل ما بقاش فيها اي فواصل تماما وبقت حتة واحدة او جزء واحد، ومفيش اي مكان او اي فراغ ممكن المية تتسرب من خلاله من الفواصل بين لفات العزل او من منطقة الاوفرلاب بين لفات العزل. وبنفس الطريقة بنركب لفات العزل على رقبة الازازة. بنسخن لفات العزل فوق رقبة الازازة تسخين كامل، وبعد كده نطبقها على رقبة الازازة، وفي النهاية خالص بنموت لحام او بنموت نهاية لفة العزل على رقبة الازازة. زي ما انتم شايفين كده بنسخن نهاية لفة العزل وبنسخن المسطرين، وبعدين نمشي المسطرين على نهاية لفة العزل بحيث ان احنا نموت نهاية لفة العزل على البتومين اللي على رقبة الازازة، فنضمن تلاصق لفة العزل على رقبة الازازة، ونضمن ان مفيش اي فراغات بين لفة العزل ورقبة الازازة ممكن تتسرب المية من خلالها. ودي تعتبر الطريقة الصحيحة او الطريقة المثالية لعزل سقف الانسومات او الممبرين، ونكون ضامنين ان شاء الله بنسبة 100% ان ما يحصلش تسريب مية من خلال منطقة الاوفرلاب او الفواصل بين الالواح، ومن خلال الفاصل اللي ممكن يحصل عندي بين لفة العزل وبين رقبة الازازة.